إلينا رسولا صادقا أمينا ونبيا مبجلا عظيما، وأنزل عليه في القرآن تعظيما له وتكريما. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده في كونه وملكه لا شريك له، سبحانه. وأشهد أن سيدنا ونبينا ومعلمنا ومرشدنا محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خيرة خلقه وحبيبه، أرسله ربه للعالمين بشيرا ونذيرا. تباركت يا الله فأنت المبتدى، ألف بالحب قلبي لأحيا شاهدا. وصل يا ربنا على المختار نبي الهدى، وشفعه فينا يوم حشر غدا. وعلى الآل والأصحاب والتابعين كلهم، والتابعين وتابعيهم مؤيدا. يا رب بالأسماء أدعوك سائلا، وبالآيات وبالبيت العتيق وبالهدى، أن تصلي كل وقت دائما أبدا على المصطفى خير الأنام محمدا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. وبعد، أيها الأحباب، كان لحادثة الإسراء والمعراج من الأثر الكبير في نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي نفس أصحابه الكرام وفي نفس الأمة المحمدية. أما الأثر المتروك من حادثة الإسراء والمعراج لرسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، أنه عليه الصلاة وأتم السلام قد استيقن بتكريم الله له، وأن الله تبارك وتعالى ناصره ومؤيده، وأن الله سبحانه وتعالى لن يتخلى عنه. وأما عن الأثر المتروك في نفس أصحابه الكرام، يتجلى في الاختبار والامتحان الذي فاز فيه من فاز، حينما أخبر الصحابة الكرام برحلة الإسراء والمعراج، وأن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ذهب في وقت قصير من الليل من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، ثم عاد صلى الله عليه وسلم بعد أن رأى من آيات ربه ما رأى. فاز منهم رضوان الله تعالى عليهم من صدق رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، حيث إن هذه الحادثة كانت اختبارا وامتحانا له. وأما عن الأثر المتروك في نفس الأمة المحمدية بأكملها، منذ أن كانت هذه المعجزة وهذه الرحلة وإلى أن يرث الله تعالى الأرض ومن عليها، كان هذا الأثر يتجلى في فريضة الصلاة الذي أسعد الله تعالى بها هذه الأمة المحمدية. هذه الفريضة هي أحب شيء فرضه الله تعالى على عباده بعد التوحيد، وكان لزاما منا أن نذكر بهذه الفريضة وبالمحافظة عليها، خاصة وأننا مقبلون على شهر عظيم يحتاج الإنسان فيه إلى مزيد من الصلوات والركعات، خاصة وأن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال:
من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. أيها الأحباب، الصلاة عماد الدين ورأس العبادات وغرة الطاعات، وهي أول شيء أحبه الله تبارك وتعالى بعد التوحيد. قال عليه الصلاة وأتم السلام: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: إن أول شيء افترضه الله تبارك وتعالى على عباده وأحبه بعد التوحيد الصلاة، ولذلك تعبد بها ملائكته، فمنهم راكع ومنهم ساجد ومنهم قائم. وعلمنا نبينا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أن المسلم لو التزم بالصلاة على مدار اليوم والليلة لن يبقى من ذنوبه شيء، خاصة وأننا ذنوب ونحتاج جميعا إلى عفو الله تبارك وتعالى وإلى إحسانه. ولذلك كان لزاما على المسلم أن يطهر نفسه من الذنوب ما استطاع إلى ذلك سبيلا. فمتى أذنب المسلم ذنبا وحان وقت الصلاة، فإذا توضأ وأسبغ الوضوء وقام بين يدي الله تعالى مصليا، ثم طلب ودعا ورجى وتضرع إلى ربه جل وعلا أن يغفر له ما كان من ذنبه، غفر الله تبارك وتعالى له. يكون ذلك ما بين الصلاة إلى الصلاة، فإذا فعل المسلم شيئا يكون ذلك أيضا في الصلاة التي تليها، حتى يبيت المسلم وقد صلى الصلوات الخمس واستغفر ربه ودعا ربه وتضرع وناجى ربه أن يمحو الله تبارك وتعالى عنه ما كان، فيبيت ويضع رأسه على وسادته وليس عليه من الذنوب شيء. من الذي قال هذا؟ إن الذي قال هذا هو من نعطر الأفواه بالصلاة عليه المصطفى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قال عليه الصلاة وأتم السلام وهو جالس بين أصحابه مخاطبا لهم، قال: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 أيبقى من درنه شيء؟ أيبقى من وسخ الجسم شيء؟ قالوا: لا يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا. النبي صلى الله عليه وسلم يصور لنا هذا المشهد كأن المسلم أو كأن أحدا من المسلمين يسكن ببيت، باب هذا البيت يشرف على نهر من أنهار الدنيا، هذا النهر يجري فيه الماء جريا، يخرج هذا المسلم من بيته في اليوم والليلة 5 مرات يغتسل من هذا النهر، ويتساءل صلى الله عليه وسلم: أيبقى من درن أي وسخ الجسد شيئا بعد أن اغتسل الرجل في اليوم والليلة 5 مرات؟ فقال الصحابة الكرام: لا يا رسول الله، لن يبقى من درنه شيء. فقال عليه الصلاة وأتم السلام: فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا. يعني قالوا:
صور النبي صلى الله عليه وسلم المسلم حينما يقترف الذنب بأنه يتذكر الدعاء والتضرع والرجاء ساعة الصلاة، فإذا ما فعل ذنبا بعد صلاة الفجر أو الصبح تذكر ذلك في وقت الظهر ودعا ربه وهو على سجود وتضرع إلى ربه حتى يغفر الله تعالى له ما كان من صلاة الصبح إلى صلاة الظهر. فإذا فعل شيئا بعد صلاة الظهر وتذكر ذلك في صلاة العصر فدعا وتضرع ورجى أن يغفر الله تعالى له ما كان حتى يغفر الله جل وعلا ما كان منه من صلاة الظهر إلى صلاة العصر. وهكذا كلما أتت صلاة تضرع المسلم ودعا واستغفر مما كان من أمره مما بين الصلوات حتى يبيت وينتهي اليوم وليس على المسلم من الذنوب شيئا. هكذا قال نبيكم صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال جل وعلا معلنا أن الصلاة متى داوم المسلم عليها في الحديث لو داوم على الدعاء والتوبة من الذنوب من صلاة إلى صلاة إلى صلاة إلى صلاة كان لزاما أن ينتج على هذا أن يبتعد من خلال صلاته عن كل معصية وعن كل ذنب وعن كل منكر وعن كل سيئة، لأن الله تعالى قال إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. وقال في آية أخرى وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. فعلت سيئة فقمت بعدها بالصلاة وهي حسنة فغسلت هذه الحسنة ما كان منك قبل ذلك. وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. أتت الآية التالية داعية إلى الصبر بعد الأمر بإقامة الصلاة. لماذا؟ لتعلم أن المسلم وهو في صلاته لزاما عليه أن يصبر على أدائها وأن يصبر على أداء الطاعة، لأن الصبر لا يكون عند البلايا والمصائب والرزايا وفقط وينتهي الأمر، كلا، وإنما هناك صبر على البلايا، هناك صبر على أذى الغير، هناك صبر على أداء الطاعة والمعروف. هكذا قال ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنه وأرضاه. وهذا يستدعي أن يتم المسلم ركوعها وسجودها، يتم الركوع والسجود، نعم، وألا يسرق منها. وهل يستطيع الرجل أن يسرق من صلاته؟ نعم، يستطيع أن يسرق من صلاته بدليل ما قاله النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ماذا قال؟ قال عليه الصلاة وأتم السلام: ألا أخبركم بأسوأ الناس سرقة؟ قالوا: من يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: الذي يسرق من صلاته. قالوا: وكيف يسرق من صلاته يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: لا يتم ركوعها ولا سجودها. يبقى إذن الذي يصلي الصلاة دون إتمام أو دون تمام ينقر فيها كأنه يتغير أو يمارس الرياضة، ابتعد عن قيمة العبادة.
لأن قيمة العبادة في الصلاة تكمن في الخشوع، وقمة الخشوع أن تؤدي الصلاة بإتقان وإتمام، وأن تعقل منها ما تقرأ، وأن تعقل منها بما تسبح وبما تدعو وبما تتوجه به إلى طاعة الله، وألا يكون في ذهنك شيء إلا الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال عليه الصلاة وأتم السلام وهو يبين أن الرجل متى أتم الصلاة رفعت الصلاة داعية له وشافعة عند ربه. قال صلى الله عليه وسلم إن الرجل إذا أتم الصلاة فأتم ركوعها وسجودها قالت حفظك الله كما حفظتني فترفع. وإذا أساء الرجل الصلاة فلم يتم الركوع ولا السجود قالت ضيعك الله كما ضيعتني. طيب ترفع ولا لا؟ قالوا لا. قال صلى الله عليه وسلم ثم تلف في خرقة سوداء بقطعة من القماش ثم يضرب بها في وجهه. يبقى إذن روح الصلاة ولب الصلاة يكمن في الخشوع، وقمة الخشوع أن تؤديها بإتقان. قال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. طيب نعمل إيه؟ قالوا بأن تتعلم وتعي ما تقول وتتدبر المعاني. إزاي؟ قالوا حينما تتوضأ وتسبغ الوضوء ثم تأتي إلى موضع الصلاة استجمع أركانك، ثم قم بين يدي ربك سبحانه وتعالى، وأنت تكبر تكبيرة الإحرام تقول الله أكبر، تقول الله أكبر وأنت تدرك أنه لا يوجد في الكون ولا في جميع العوالم من هو أكبر من الله. يبقى الله أكبر على كل كبير، لا كبير إلا الله. يبقى لا تقل الله أكبر وأنت تظن أن هناك من يساويه أو يدانيه في عظمته. تشرع في الصلاة الحمد لله رب العالمين، لا تقل الحمد لله رب العالمين وأنت بالحلال لا تقنع ومن الحرام لا تشبع، لكن قل الحمد لله رب العالمين وأنت قانع بعطاء الله لك، قانع بهذا العطاء غير ناظر إلى ما في أيدي إخوانه. الرحمن الرحيم، لا تقل الرحمن الرحيم وأنت قاسي القلب، أنت تقول الرحمن الرحيم لزاما عليك أن تكون رحيما وأن تبتعد عن قسوة القلب وعن غلظته. مالك يوم الدين، لا تقل مالك يوم الدين وأنت لا تتذكر هذا اليوم، بل قل مالك يوم الدين واعمل لهذا اليوم. وإذا علمت أن هناك يوما سيقف الجميع فيه بين يدي الله للسؤال، يبقى إذن لزاما عليك أن تشغل نفسك بالجواب على السؤال، عليك أن تعد للسؤال جوابا بين يدي الله. إذا سألك لما فعلت كذا ولما لم تفعل كذا، لما تركت كذا أو لما قصرت في كذا. إياك نعبد، لا تقل إياك نعبد وأنت تعبد هواك ودنياك. هناك من يطلبون المال طلبا
ومن يطلبون الدنيا طلبا ومن يبحثون عنهما وكأنهما الأمرين، يعني هذين الأمرين بالنسبة للبعض هما الأولى والآخرة. وإياك نستعين، لا تقل وإياك نستعين وأنت تلجأ في الشدائد إلى المخلوق وتنسى الخالق. لا تقل اهدنا الصراط المستقيم وأنت بعيد عن طريق الله، لكن قم على سبيل الله وكن على صراط الله المستقيم، وادع ربك سبحانه وتعالى بهذا الدعاء أن يثبتك الله تعالى عليه إلى آخر السورة. وهكذا حتى في آيات القرآن بعد سورة الفاتحة. افهم المعنى، تدبر مراد الله سبحانه وتعالى، لا تكن كالمذياع يردد الآيات ترديدا دون أن يفقه لها معنى، وهكذا. طيب، هذا يبين لنا أن من قام بصلاته خير قيام كان من المفلحين في الدنيا وفي الآخرة. طيب، ومن لم يقم بها كان على العكس تماما. ازاي؟ هقول لك ازاي بس بعد ما نسمع الصلاة على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. من أداها خير أداء وقام بها خير قيام وخشع فيها وبحث عن روحها وعن خشوعها وعن لبها وعن مقصودها كان من المفلحين في الدنيا والآخرة بالدليل. إيه الدليل؟ قالوا قال الله تعالى قد أفلح المؤمنون. أول حاجة في هذا الصنف مين؟ الذين هم في صلاتهم خاشعون. طيب، في دليل تاني؟ إيه؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أول ما يحاسب عليه المسلم الصلاة، فإذا صلحت صلح سائر عمله. طيب، وإذا فسد سائر العمل. طيب، على النقيض الآخر تماما، من لم يحافظ عليها ولم يؤدها ولم يخشع فيها وإلى آخره كان من الشقاء بمكان. وقرأ في القرآن أيضا. نحن نقول كلاما فهمناه من القرآن لا من عند أنفسنا، لأن الدين وحي قرآن وسنة. حينما صور القرآن الكريم هذا المشهد في يوم القيامة وجمع الله تعالى الأولين والآخرين، حكى القرآن الكريم مبادرا بهذا السؤال حينما يتوجه بالسؤال إلى أهل النار: ما سلككم في سقر؟ ده السؤال. الجواب إيه؟ قالوا لم نكن من المصلين. أول حاجة اتكلموا عنها الصلاة. يبقى إذن الشقاء أول شيء أجابوا به عن سبب وجودهم في النار قالوا لم نكن من المصلين. وأول شيء تحدث الله تعالى عنه وأنه سبب الفلاح في الدنيا والآخرة: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. يبقى إذن أول ما يحاسب عليه العبد الصلاة، فإذا صلحت صلح سائر عمله، وإذا فسدت فسد سائر عمله. وإلى لقاء آخر إن شاء الله تعالى نكمل فيه الحديث عن الصلاة. أسأل الله تعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء.
وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.